السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي يسرا شانيل. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. بزاف ديال الناس كيحيروا شنو يوجدوا الكوتي، وخصوصا اللي يكون ساهل وبدون فرن. داكشي علاش اليوم جبت لكم كوتي متنوع، اقتصادي وبدون فرن، بدون زبده، بمكونات متوفره في كل منزل. غادي نوجدوا حريشات رطبين وبانكيك خفاف وبنين اللي كيعجب الصغار والكبار. يلا ندوزو للمقادير وطريقة تحضير فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. اول حاجة غنحضر معكم وهي حريشات الصغار. غادي نحتاج هنايا في الاناء عندي 3.5 ديال السميدة. بالنسبة للسميدة اللي عملت السميدة الغليظة، هي اللي كنعملها في الحرشة. عملت نصف ملعقة صغيرة ديال الملحة وملعقة كبيرة ديال السكر السنيدة او السكر الخشن. بالنسبه للسكر كنعملو في الحرشه كنعملها معلقه باش كيساعد يجيو محمرين مزيونين، والملحه عملت غير نص معلقه صغيره باش هادو مكنكثرش شي ملحه وما يجيش مالحين. ضفت واحد فاني و3 المعالق كبارين ديال الزيت، ما كنكثرش الزيت بزاف باش الحرشه ديالنا ما كتجيش مزيته. كنبدا نبسبس السميده مع ديك الزيت مزيان حتى كتبان لي تشربت. من بعد ما بانت لي السميده تشربت مزيان الزيت، دابا غادي ندي منها القليل حيتاش غادي نحتاج سميده غنكون كنرش بها المقلاة ملي تكون كطيب الحريشه ديالنا. دابا غادي نضيف خميره الحلوى عبار 8 غرام، وغادي نكب كاس ديال الحليب. بالنسبه للحريشات كنعملهم دائما بالحليب، وكنضيف نصف كاس ديال الماء حيت الماء كيساعد الحريشات ديالنا يجيو داك شويه ديال القرمشه هما رطبين، وفي نفس الوقت كيجيو شويه شابرين راسهم. حيت ملي كنعمل عجوج كيسان ديال الحليب كيجيو هشاشين بزاف، كيبقاو يتفرتوا معنا. كنبغيو ندهنوهم بالفرماج ولا الشوكولات، من الاحسن تعملوا كاس ونصف ديال الحليب ونصف كاس ديال الماء. هذيك الكاس عندي انا صغير. كنحصلوا على هذا القوام، كتكون باقا كتبان لكم شويه سائله حيتاش السميده كتشرب. دابا عملت المقلاة فوق البوطه وكندهن القليل من الزبده باش ما يلتصقوش. بامكانكم دهنوه غير بالزيت، تكتفيوه بالزيت. وكنرش السميده اللي كنت هزيتها من حريشات قبل ما نعمل الخميره ديال الحلوى. دابا غنبدا نشكل الحريشات. في امكانكم هاد الحرشه اللي شاركت معكم تعملوها كبيره، كل واحد وشنو كيفضل. انا فضلت اليوم نشاركهم معكم حريشات صغارين، وعاد كيخرجوا كميه كبيره، يعني 3.5 كتخرج حتى 14 حبه ديال الحريشات. كنرش السميده حتى من الفوق وكنخليهم يطيبوا واحد 2 دقائق حتى 3. كتشوفوا الكميه راه باقا لي عندي في الاناء حدايا. كنستنى حتى يطيبوا هادو عاد نبدا نشكل وحدين اخرين. كيبانوا الحريشات ديالي طابوا من التحت وتحمروا. دابا غادي نقلبهم، ما كيديوش شي وقت طويل وعاد كنكون منقصه على العافيه. مره ثانيه ملي غنبدا نشكل عاوتاني حريشات غنغسل المقلاة، ما غاديش نخليها هيداك سخونه باش ما تحرقش معنا الحرشه دغيا وتكون المقله سخونه بزاف وما يطيبوش. حيت المقله خصها تكون دافيه باقي. يلاه شعلت عليها نيشان مباشره تبقى تعدل الحريشات باش هيدا ما يتحرقوش معكم ما يطيبوش من داخل. المهم دابا غادي ندوزو للاقتراح الثاني اللي غادي نحضر معكم. البيني اللي سهل واقتصادي وكيجي رائع في المذاق اللي كيعجب الصغير والكبير ومنزلي. مهم خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عملت 2 زلايف ديال الدقيق الابيض، وواحد بيضه، ونصف ملعقه صغيره ديال الملحه، و2 معالق كبارين ديال السكر الخشن ولا السنيده. وكنعمل خميره الحلوى عبار 8 غرام، ونصف ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. دابا غادي نبدا نكب الماء يكون بارد نص صنبور، حيت دابا الجو سخون واخا ما تسخنوش الماء. غادي نبدا نعجن العجين نجمعها. ما كديش شي وقت في الدليك، كندلك دقيقه حتى 2 دقائق حيت كنخلي العجينه كتلتصق. وباش يجيكم بيني مزيون وناجح هو خليو العجينه كتلتصق وما تجيكمش قاصحه، حيت ملي كنكونوا كنطلقوه باش نقطعوه كنبداو نعملو الدقيق وهذا كيشبر راسو. من بعد ما عجنته واحد دقيقه حتى 2 دقائق، دابا غادي نجمع العجين وغنخلي العجينه ترتاح لمده 5 دقائق. ما تطولوش في زعما كاين في الختيمه، ما تخليوهش مده طويله كيخمر، غير 5 دقائق وغنبداو نطلقوه باش نشكلوه.
من بعد ما خليته 5 دقائق هذا العجينه بانت لي بدات كتختمر. دابا غادي نقسمها هذا على جوج وغادي نبدا نطلق في الاول. كنرش القليل من الدقيق في سطح العمل باش هذا العجينه ما كتلتصقش، وكنبدا نطلق بالمدلك. بالنسبه لي انا غادي نقطع بيني غير بالزلافه. يمكنكم تقطعوا في شي اطار اذا عندكم مدور، كل واحد على حسب شنو عنده متوفر. ومن بعد ما قطعت هاد العجينه على 4، دابا غادي نعمل واحد دورره في الوسط. بالنسبه لهاد العجين هذه خرجت لي 18 بيني، يعني راه كتخرج كميه، حيت في ديك الطرطفات اللي كيشيطوا لي ديال العجين كنعاود نعجنو. وما بين ما كنكون انا كنطلق هما كيكونوا كيرتاحوا واحد 2 دقائق عاوتاني كنعاود نخدم ديك العجينه اللي بقاو لي الطروفه ديالها. غادي نستمر حتى نكمل العجين كامله. ملي كنكمل التقطيع كامل كنخلي بيني يختمر واحد المده ديال 10 دقائق ولا ما كملاش. يعني هذيك 10 دقائق فيها غادي تشعل الزيت باش تسخن لك، وعاد تبداو طيبوا باش هيدا بيني كينجح معكم 100%. كيجي من داخل رطب وما كيقصحش معكم. اما اذا خليتوه كيختمر لمده طويله كيجي قاصح وبحال اللي كترجع فيه الخميره. من بعد ما كملت العجين كامله بالتقطاع خليتهم يرتاحوا واحد المده ديال 10 دقائق. دابا الزيت سخلي وغادي نبدا نطيب بيني، وما كنتعطلش وكنقلبهم حيتاش كيتحمر دغيا. الا تعطلتي عليه يقدر يتحرق لك، ما كيديش شي وقت طويل. عاد دقيقه كنبدا نعمل له الزيت هذا شويه من الفوق وكنبدا نقلب وصافي. وكنكمل الطياب ديالي. من بعد ما كنطيبو كنعملو شي شبكه ولا شي كسكاس كيكثر غير شويه الزيت، واصلا بيني ما فيهوش الزيت. صافي من بعد غادي نزينو بالسكر. بالنسبه لي انا غادي نزين بيني مغيطك غير بالسكر، وانتم كتبقاو تزيين اختياري بامكانكم كنديروا بالسكر. دابا غادي ندوزو للاقتراح الثالث اللي غادي نحضر معكم فيه بانكيك. ميني بانكيك كيجيو رائعين رطبين وبمكونات او بمقادير بسيطه واقتصاديين. بالنسبه للمقادير كنحتاج واحد البيضه، كنضيف 4 ديال المعالق كبارين ديال الزيت و3 المعالق كبارين ديال السكر. بالنسبه للسكر عملت معاه واحد الساشي ديال فاني. كنعمل رشه ملح والقليل من مبشور الليمون كيبقى اختياري. غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتها حتى يبان لي الخليط منسجم. وصافي السكر بدا كيذوب مع البيضه والزيت. عاد غادي نضيف الحليب. بالنسبه للحليب هنايا عندي كاس الا ربع ديال الحليب وكاس الا ربع ديال الماء. يعني بالنسبه للماء والحليب غتكون عندنا نفس الكميه. في امكانكم نتوما تعملوا نفس الكميه في الحليب، يعني ما تدخلوش الماء. ولكن انا بغيت نعدل هاد البانكيك يكون اقتصادي، حيت بزاف ديال الناس كيقلبوا على شيوات او وصفات اللي يكونوا اقتصاديين وفي متناول الجميع. كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا وانا كنخلط. كنعمل 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. بالنسبه للدقيق اللي احتاجت في هذا البانكيك زلافه ديال الدقيق على هاد المقادير اللي عطيتكم، يعني مقادير مضبوطه 100%. ولكن كيبقى على حسب نوعيه الدقيق، بقاو يعني تردوا البال عينكم ميزانكم. دابا غادي نبدا نطيب بانكيك. احتجت لهاد المقلات اللي فيها هادو صغارين. في امكانكم نتوما ماشي ضروري تكون عندكم نفس المقلات، يعني تكون عندكم غير مقله عاديه تعملوهم صغارين كتشكلوهم غير بمعلقه. كندهن المقلات بالزبده، في امكانكم تدهنوها غير بالزيت على حسب اذا ما كانتش عندكم متوفره. صافي دابا كنبدا نكب كنشكلو معي هيدا صغارين، وغادي نخليهم يطيبوا غير شي 2 دقائق. هيدا كنبدا نطلع عليهم من التحت. انا عندي عباله ديال البغرير هي اللي كنبدا نشوف بها، حيتاش ما كيديوش وقت طويل في الطياب باش ما يتحرقوش معنا من الداخل. في امكانكم تقلبوهم وتعاودوا عاوتاني تقلبوهم باش يزيدوا يطيبوا، ماشي بحال اللي خليتيهم مره واحده مده طويله يتحرقوا لكم. صافي هما بانوا لي طابوا وتحمروا مزيان. دابا كنبدا نقلبهم ونخليهم يكملوا الطياب ديالهم. الطابو اللي كنت حضرت معكم حيدت هاد 7 ودابا غادي نضيف وحدين اخرين. بالنسبه لهاد الكميه هذه كتخرج لنا 19 حبه. بامكانكم تعملوهم كبارين على هيدا. من بعد ما حضرت معكم بانكيك كان هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي محمر ورطب وبيني كيف كتشوفوا زينته بالقليل من السكر. وعندي هنايا الحريشات اللي حضرت معكم كيجيو محمرين ورائعين. بالنسبه للبانكيك كنقدر نزينهم بالقليل من العسل. التزيين كيبقى على حسب اللي بغيتو، على حسب الذوق ديال كل واحد. انا كنكتفي بالتزيين غير بالعسل.
كان هذا هو الغوتي ديال اليوم اللي حضرت معكم، سهل واقتصادي في متناول الجميع بالمكونات اللي متواجدين في الدار. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم فيديو ديال اليوم في امكانكم تخليو لي اقتراحاتكم، واش نبقى نعمل معكم بحال هيدا افكار ديال الغوتي ديال الغداء ديال الافطار. مهم مره نبقى نوع لكم من غير الفيديوهات اللي كيكون خاصين غير بالكيكات وبالشهيوات بوحديتهم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف على قلبكم وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب وتعملوا لي لايك. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على المشاهده، نتلاقاو مع فيديو اخر. بسلام عليكم، في امان الله وحفظه.